السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة على السحور النهاردة، بس للأسف أنا طلعت لكم لأن عندي خبر مهم جدا جدا جدا. أنا يا جماعة عملت فول بالليمون المعصفر ومش قادرة أقول لكم طلع حلو إزاي. حصل معايا موقف امبارح مش لطيف خالص. دخلت مطعم مهم جدا 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 ومتميز جدا في الأكل الشرقي. طلبت منهم أول ما دخلت، قلت لهم أنا نفسي أتسحر فول بالليمون المعصفر، انا بحبه قوي بس انا عمري ما جربت اعمله. ايه اللي حصل؟ اني طلبت الليمون المعصفر، قالوا لي ما عندناش، وهم بصراحه شاكرين. بعتوا جابوا من سوبر ماركت بره، والشيف بتاعهم ابتدى ينفذ لي الطبق اللي انا نفسي فيه. المهم جالي الطبق، بصراحه الفول كان طعمه حلو جدا جدا جدا، بس حسيت انه حادق ومش فاهمه ليه. لما النهارده بقى انا اتهورت ودخلت المطبخ وقررت اعمل الليمون المعصفر، عرفت المشكله فين. انا جبت علبتين فول، حطيت عليهم فلفل، كمون، وحطيت عليهم قلب الليمونه المعصفره، قلبها بس مش القشره الخارجيه. هرستها وحطيتها معاهم، وحطيت شويه شطه وشويه زيت، سبتهم على النار اوكي ياخدوا يدوا كده مع نفسهم. بعدين هرست الفول سيكه، وبعد كده رحت مطلعاه غرفاه في اطباق، ورحت مقطعه شويه ليمون مخلل او ليمون معصفر على الوش. الغلطه اللي عملوها المطعم فين امبارح، قعدت افكر ايه ايتم الغلطه اللي ممكن يكونوا عملوها. لقيتها الصنف ده من الفول ما ينفعش يتحط عليه ملح. اعتقد ان هم حطوا امبارح ملح مع ليمون المعصفر، فكان طعمه حادق جدا 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 جدا. الحاجه التانيه، ليه الفول كان ممرر؟ فبرضو النهارده عرفت المشكله كانت فين. المشكله كانت في انه لما هم عملوا الليمون المعصفر، لما حطوا قلب الليمونه كانت النار لسه شغاله، فالليمونه ما ادتش الطعم بتاع المخلل قد ما ادت طعم مراره. دايما الليمون لو هنحطه مع الاكل لازم نحطه والاكل بيطفي عليه او هو على نار هاديه جدا جدا جدا. فانا النهارده حطيت علبتين فول، عليهم رشه كمون، رشه ملح، رشه كمون، رشه فلفل اسود، ما حطيتش ملح، وحطيت رشه شطه وشويه زيت، سبتهم ياخدوا يدوا مع بعض لحد ما الفول سخن خالص. بعدين رحت مزوده الليمون المعصفر او قلب الليمون المعصفر جوه الفول، وبعدين طفيت عليه، وبعد كده غرفته في الاطباق زي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا وشفا. ويا رب الليمون المعصفر يعجبكم، لانه باختصار يموت يهبل خيال. يلا يا جماعه اتسحروا النهارده فول بالليمون المعصفر، واكتبوا لي في الكومنتس ايه الاخبار لو عجبتكم الوصفه، ولو ما عجبتكوش برضو اكتبوا لي. لو عندكم اي ملاحظه اي نصيحه انه يطلع احلى برضو اكتبوا لي في الكومنتس. شكرا جدا جدا جدا، يا رب اكون علمتكم صنف جديد بسيط ما ياخدش منكم وقت، وبرضو من الاجواء الرمضانيه بتاعتنا ومن تراثنا ومن اكلاتنا الشعبيه، الفول.